ماتش الأهلي والزمالك يوم 21 في شهر واحد. طبعا هيكون ماتش صعب على النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك، وطبعا كل فريق بيجهز نفسه عشان الماتش ده. ممكن نادي الزمالك عنده عقبة هو ماتش بيراميدز، والنادي الأهلي عنده عقبة ماتش سموحة. لكن التركيز الأكبر على ماتش القمة، لأنه حتى بعيدا عن النقط اللي بيكسبها أي فريق من الفريقين في الماتش ده، هو ماتش بطولة بحد ذاته. عشان كده هعمل سلسلة مقارنة ما بين لعيبة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الزمالك لحد ما الماتش يجي. ففولو وتشترك في قناة على اليوتيوب وتصلي على النبي، ويلا بينا. طبعا أول مركز حراسة المرمى. بص، هو في حالة حراسة المرمى بالذات بالنسبة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، احنا عندنا بسم الله ما شاء الله 2 حراس على أعلى مستوى. 2 حراس يقدروا يشيلوا فريقهم لوحدهم. يعني بالنسبة لعواد، عواد هو السبب في وجود الزمالك في المركز ده أصلا. عواد كان بيعمل ماتشات أسطورية بصراحة، أنا كنت بتجنن لما بشوفه تصدياته الأسطورية اللي كان بيعملها. كان بيجنني بصراحة. هو كان عنده شوية مشاكل في ماتش السوبر، أو ما كانش باين بشكل أصح. لكن بصراحة في الدوري عامل شغل جامد قوي مع الزمالك، وبصراحة ممكن ياخد أفضل حارس في الدوري لو الشناوي نزل لمستوى أسوأ من اللي هو عليه، اللي هو كان شغال بيه الشناوي قبل كده. لكن حاليا الشناوي كويس برضه. طبعا السد العالي الشناوي، هو ده السد العالي الجديد بالنسبة لنا. حارس عرين النادي الأهلي وحارس عرين منتخب مصر. وبصراحة محمد الشناوي حتى لو مش كويس في الماتشات العادية، محمد الشناوي بيتحول في ماتشات الزمالك أو ماتشات بيراميدز او الماتشات المهمه. حتى ماتش بيراميدز يعني صراحه الشناوي عامل شغل كبير جدا جدا في ماتش بيراميدز. وهو اصلا حاليا الشناوي بيقدم مستوى كويس جدا. سبب في تعادلنا، يعني الحمد لله ان احنا طلعنا التعادل قدام المصري بصراحه بسببه هو. كذا كوره خطفها النادي المصري، محمد الشناوي قدر ان هو يتصدى ليها. وبصراحه يعني بشوفه برضو احسن حق من حراس موجودين في مصر حاليا. لكن هيكون في منافسة شديدة جدا مع عواد. لكن بالنسبة لمنتخب مصر، بعيدا عن الأهلي وبعيدا عن الزمالك، برشح محمد الشناوي. لأن بصراحة من غير انتماء للنادي الأهلي، الشناوي بيتحول لما بيروح منتخب مصر، تحس إن هو بقى إنسان تاني، بيكون حارس مرمى على مستوى أوروبي. ما تنساش الفولو وتصلي على النبي، وتكتب لي في الكومنتات مين هو الحارس الأفضل من وجهة نظرك، وتشترك على قناة على اليوتيوب.